السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب ام لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنقدم وصفة سهلة وبسيطة جدا جدا، وهي المش الصعيدي. المش الصعيدي هنعمله بكيلو لبن واحد لا غير. ان شاء الله هتبقى سهلة بالنسبة لك، المش ده هيبقى سهل جدا بالنسبة لك وهتجربيه وان شاء الله ان شاء الله هتدعيلي. هنقول المقادير باذن الله معانا. هي حاجات سهله ويا ريت بس نركز ان شاء الله في الوصفه، وان شاء الله هيبقى زي الفل من ايديكم حبايبي باذن الله. معانا كيلو لبن مغلي كويس جدا ومتبرد. تمام، كيلو لبن مغلي ومتبرد. ومعانا خميره المش ده انا عاملاه عندي في البيت وحاطه له قشر برتقان وكده ويوسفي. معانا مقدار كوبايه مش. تمام. دي ممكن تجيبيها من اي حد يكون مضمون عندك، او في السوق تكون ست يعني من الارياف مضمونه من الفلاحين. ممكن تشتريه من عندها وتعمليه بنفس الطريقه اللي انا هقولك عليها دلوقتي. ومعايا معلقتين ونص ملح، معلقتين ونص كبيره ملح، ومعلقه شطه كبيره مليانه، ومعلقه حلبه، الحلبه اللي هي الحلبه الحصره دي معلقه صغيره. ماشي. ومعانا في المقادير فلفل حامي والحاجات دي ان شاء الله هنقول عليها في اخر الوصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو اللبن معانا ده غليناه كويس جدا وبردناه يا بنات. هنضيف عليه الملح والشطه والحلبه ونقلبهم كويس جدا، ونضيف عليهم المش اللي احنا جايبينه ده. اللبن ده بارد جدا يا بنات، غليته وبردته سقعته جدا. تمام. احنا قلبنا المش، خميره المش، وقلبنا الملح والشطه والحلبه في اللبن المغلي وبارد. ماشي. هنا كده طبعا انت هتقولي دي خفيفه. ماشي كده فعلا هتكون خفيفه. هنعمل ايه بعديها؟ هنصب اللبن ده في الحله معانا بالشكل ده. احنا حاطين فيه قشر برتقان يا بنات. احنا كده مليناه قوي، احنا هننقص منه شويه. خلاص احنا المفروض. وهنا احنا نقصنا من البرطمان شويه لبن عشان المقدار بعد كده اللي هتعمليه. انت ممكن تحطيه في برطمان اكبر من ده شويه. وهنا عندنا نحط الفلفل الحراق. تمام. وفي هنا بقى السره الصغيره دي فيها ايه؟ حاجه كده بنجيبها من العطار يا بنات اسمها دينكار. الدينكار دوت بيمنع اي حشرات تيجي عند المش بتاعك، وعشان يبقى زي الفل وتاكليه تفتحيه في اي وقت ما يجرالوش اي حاجه. احنا بنعلق بنربط السره دي. الدينكار دوت اهو شكله بالمنظر ده عامل زي الدقيق. بنحط نص معلقه صغيره في السره دي ونربطها ونسيب الفتله كده نازله من بره البرطمان عشان ما تنزلش جوه البرطمان. ماشي. احنا نقصنا ليه؟ انا معلش البرطمان بس صغير عندي، فانت هتعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها بحيث انك انت تدي مساحه للبرطمان عشان تحطي فيه الجبنه بعد كده. تمام. احنا يعني هنربط نغطي الخلطه بتاعتنا دي، المش بتاعنا ده، ونقعده اسبوع بالشكل ده. عشان بقى المش ده يتقل هنعمل ايه؟ هنجيب جبنه قريش من السوق تكون نظيفه، جبنه قريش فلاحي نظيفه، ونسيبها في شطه يوم كده لغايه ما تنزل ميتها، ونهرسها بالشوكه ونحطها في المش ده. بس بعد اسبوع كده على الاقل. عشان ايه؟ هو كده كده انت ما تخافيش، هو هيتقل من الخميره اللي فيه هيتقل خلاص. بس احنا عملنا ايه؟ علشان بس يعتق شويه هيقعد اسبوع بالشكل ده. انا بعمل الوصفه دي عشان حبايبي اللي ما يعرفوش المش اساسه بيكون ايه. تمام. مع الخلطه ديت اللي هي بنجيبها من العطار اللي هو الدينكار دوت، اقسم بالله مش هتلاقي اي حشره فيه ولا اي حاجه. احنا حطينا هي معلقه الحلبه دي وخلاص والفلفل الحامي. ماشي. وهتبقى زي الفل. هو كده انت ما تخافيش منه، خفيف ما تخافيش. هيتقل معاكي اسبوع بالكتير، هيتقل معاكي. وهتجيبي حتتين كده جبنه قريش على الكيلو ده
وتسيبيهم في مصفى صغيره، وتسيبيهم تحطي عليهم معلقه شطه او نص معلقه ونص معلقه ملح، وتسيبيهم ايه يصفوا الميه بتاعتهم ساعتين 3 4 ساعات براحتك، لغايه ما يصفوا الميه بتاعتهم، وتهرسيهم بالشوكه وتحطيهم في المش بتاعك. وهيتقل خالص، هو عامه هيتقل. وبعد كده بقى لما يتقل المش ده ويعتق شويه، احنا هنجيب الجبنه وهوريك التقلي برطمان الجبنه القديمه ازاي ان شاء الله. ويا رب الوصفه تكون سهله ووصلتكم، وعموما ان شاء الله هتجربوها. هي مش هتاخد اي وقت، هتحطوا فيها قشر برتقان وقشر يوسفي، وهتتقل معاكم والله يا بنات، ومش هيبقى فيها اي خطوره، ما تخافيش. وبعد كده هنحط فيها الجبنه، هنوريكم نعمل الجبنه ازاي. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم باذن الله، وهتجربوها وهتدعوا لي ان شاء الله، وهيبقى عندكم احلى برطمان مش ان شاء الله. وان شاء الله يعجبكم الوصفه. ويا ريت لو عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب، وتدعموا القناه، وان شاء الله عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.